السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كركم دايرين المشاهدين، لاباس عليكم؟ ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو بسلام الصحه والعافيه. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحليوه ديال زمان اللي هي رائعه وزوينه وبنينه كما كتشوفوا. هذه راه جات خطيره البنات بواحد المذاق رائع وبمقادير اللي هما بسيطين وكتعطينا كميه وفيره وكتعطينا مذاق رائع. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. كما كتشوفوا البنات عندي هنايا 200 غرام ديال الزبده، يعني الزبده ديال البواطه راه فيها 200 غرام البنات، ولا بغيتو ديروا ربعه ديال الزبده ديال المارغرين تقدروا ديروها. المهم انا عندي هنايا 200 غرام ديال الزبده تاع البواطه. خدمت بهاد النوعيه. كما كتشوفوا غادي نضيف سكر سنيده البنات اللي تكون رقيقه، ما يكونش الحبيبات ديالها غلاضين. كما غتشوفوا معايا هاد الحلوه كما كتعرفوا ديال زمان اللي فيها واحد المذاق، عطات واحد المذاق رائع بواحد المكون اللي زدتوا عليها اللي خلى بواحد المذاق فيها. واش غادي نقول لكم البنات ولا اروع. جربوها وصدقوني غتنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا البنات هنا ضفت 2 كيسان ديال السكر سنيده. كما قلت لكم انا هاد الحلوه راه كتعطينا كميه وفيره البنات. عندي 200 غرام ديال الزبده مع 2 كيسان ديال السكر سنيده. كما كتشوفوا البنات غادي نخدموا السكر سنيده مزيان مع الزبده حتى كتولي على شكل كريمه وكتذوب لينا شويه ديك السكر تاع سنيده كيذوب. ومن الاحسن كما قلت لكم تخدموا يعني بسكر سنيده اللي يكون رقيق، او لا تقدروا تغربلوا سنيده البنات. هنا كما كتشوفوا ضفت كاس ديال الزيت، غادي ندخلو مزيان مع هاد السكر، وغنضيف الكاس الثاني يعني نص كاس. ما غاديش نضيف الكاس الثاني، ولكن الا درتوا البنات الزبده مارغرين غديروا 2 كيسان تاع الزيت. انا درت هنايا كاس ونص ديال الزيت لانني خدمت بالزبده ديال البواطه. كما كتعرفوا شويه الزبده ديال البواطه يعني ميدومه، ضفت غير كاس ونص. ولكن الا درتوا الزبده مارغرين ديروا 2 كيسان البنات ديال الزيت. كنخدموا مزيان المكونات هانتوما كما كتشوفوا حتى كيذوب لينا السكر وكتنسجم لينا الزيت مع الزبده ومع السكر مزيان. غادي نضيف الفاني كما كتشوفوا البنات. انا ضفت الفاني ديال هاد النوعيه، نتوما ديروا شاصيه ديال الفاني. وغادي نضيف البنات 2 بيضات، قبيصات الملح، ما نساوش قبيصات الملح البنات. وضفت البيضه الثانيه 2 بيضات. كما كتشوفوا نخدموا مزيان حتى كينسجموا لينا. هاد الحلوه البنات راه كتجي رائعه وكتجي بنينه، كنتمنى تجربوها. هذه تنال الاعجاب ديالكم، وردوا عليا في الكومونتير كي جاتكم. وسهله ومقادير اللي هي بسيطه. هنا كما كتشوفوا البنات عندي غادي ندير انا غنكها بالقهوه سريعه الذوبان. غنضيف شويه ديال نسكافي، واحد لاصيه ديال نسكافي مع واحد شويه ديال الماء اللي يكون شويه دافي. غنخلطو مزيان وغادي نضيفوها. هنا كما شفتوا البنات راني ضفت كاس ديال النشا. كما كتعرفوا النشا راه كتعطينا قوام الحلوه ديالنا زوين بزاف. ضفت كاس تاع النشا وغادي نضيف قهوه سريعه الذوبان. انا بغيت هاد الحليوه تكون بنكهه القهوه وراه جات خطيره البنات، جات زوينه. كما شفتوا هذه هي القهوه ديالنا، تقدروا ديروا غير القهوه ما ديروش نسكافي. انا ضفت شاصيه تقريبا ديال قهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال الماء دافي، وذوبتها وضفتها على المكونات اللي عندي. وغادي نضيف 2 خمارات البنات من فئه 8 غرام، والدقيق على حسب الخليط. كما غتشوفوا معايا كيف كتشوفوا البنات غنبدا نضيف الدقيق يعني بالتدريج. نبقاو نضيفوا. هاد الحلوه ما كتبغيش البنات تجينا قاصحه، ديما العجينه ديال الحلوه كنخليوها شويه رطبه، كتبقى لنا العجينه رطبه ما كتبقاش جاريه، ولكن في نفس الوقت ما كنقصحوهاش.
يعني العجينه تكون لينا رطبه. هنا كما شفتوا البنات غادي نضيف 2 شاصيات ديال الخميره تاع الحلويات من فئه 8 غرام. تقدروا ديروا حتى الخميره اللي من فئه 7 غرام، المهم لكم الاختيار. كنبقى ندخل كما كتشوفوا الدقيق بالتدريج بشويه بشويه حتى نجمع العجين ديالنا. كما غتشوفوا معايا غتكون عجينه اللي هي ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف، حيت العجينه الحلوه الا بقات لينا خفيفه البنات راه كتسيح لينا في الفران، وإلا جاتنا قاصحه ما كتعطيناش نتيجه زوينه، كتبقى تطلق لينا الزيت. بهذا الشيء علاش خصنا نردوا البال، وهذا الشيء علاش البنات لان نوعيه تاع الدقيق كتختلف. كما كتشوفوا هذه هي العجين ديالنا كما غتشوفوا هانتوما. هذا هو البوق اللي غادي نخدم به. كما كتشوفوا البنات انا غنديرها في الماكينه باش تجيني يعني باش غادي نخدم بسرعه. كما كتشوفوا البنات انا هنا راه خدمت وبديت كنخرج في الحلوى على هذا الشكل. راه كتجي رائعه البنات، كتجي بنينه، كتجي زوينه. جربوها صدقوني وما غاديش تندموا. راها عرفتوا البنات منين طابت عطات واحد النكهه ديال ديك القهوه مع التقرميشه ديال الحلوى، يعني في نفس الوقت يعني هي كتفرتت كتذوب في الفم، كتجي رائعه. يعني فيها قرمشه ولكن ملي كنعضوها او كنبداو ناكلوا فيها كتذوب في الفم، يعني جات حلوه رائعه رائعه. الا جربتوها ما غاديش تندموا. هنا كما غتشوفوا البنات غادي نكمل الكميه ديال الحلوى ديالنا. بالنسبه للفران البنات راني مسخناه من قبل وغادي نخليه حتى يسخن، ومن بعد ما غندير اللاطه ديال الحلوى ديالنا. الفران ديال الغاز عادي غادي نخليها طيب، غنقص لها الفرن حتى لاقصى درجه، يعني نخليوها غير واحد شويه النار تكون مهيله ونخليوها طيب مزيان باش طيب لينا من الداخل. ومن بعد غادي نهبطوها البنات. منين غادي طيب لينا الحلوى ديالنا غنهبطوها تحمر شويه وغادي نخرجوها. راه كتجي زوينه البنات. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، شكرا لكم بزاف على الكومونتيرات الزوينين، جزاكم الله كل خير. شكرا لكم بزاف على اللايكات، واللي باقي ما مشتركش كنبغي نقول له مرحبا بك والف مرحبا. اشترك معنا ودير تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا، والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. وما تنسونيش البنات بلي لايكات ديالكم بالكومونتيرات الزوينين ديالكم. الله يحفظكم والله يكبر بكم. هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما خرجنا البنات. هانتوما كما كتشوفوا انا حمرتها. هنا عندي الشوكولات اللي هي النوعيه ديال كالا اللي ذوبته بلا زيت بلا حتى شي حاجه في حمام مريم. وكنبقى نغطس هاد الحليوه ديالنا. التزيين اللي كنا كنديروه يعني من زمان وكيجي رائع هاد التزيين ديال هاد الحليوه. هانتوما كما كتشوفوا غادي نزينها بهذا الشكل، ومديره ورق ديال الزبده وكنحط عليه حتى نكمل الكميه البنات. وبطبيعه الحال ما ننساش نشكر مجموعتي اللي هي مجموعه الصدق والتعاون برئاسه الاخ اتوميكس فلوغ، اللي تنبغي نقول له شكرا لك بزاف اخي اتوميكس على الدعم ديالك الصادق والمتواصل مع المجموعه كامله. جزاك الله كل خير، الله يكبر بيك والله يسر امورك يا ربي. واللي باغي ينضم معنا مرحبا به الف مرحبا، راه الدعم بالمجان وباجهزه اللي هي حقيقيه. وجربوا وحكموا ما تخسروا حتى شي حاجه. ومرحبا بكم والف مرحبا بالقنوات المفعله والغير مفعله. بطبيعه الحال ما ننساش نشكر المشرفات الصديقات اللي بغي نقول لهم شكرا لكم بزاف على الوقفه اللي واقفين معنا، جزاكم الله كل خير. واللي باغي ينضم معنا يخليها ليا في الكومونتيرات ونحط له النمره ديال المشرفات. وهذه هي الكاطو ديالنا البنات. شوفوا كي كيجي، راه تيجي رائع لا من ناحيه التزيين ولا من ناحيه المذاق ولا من ناحيه الشكل، كيجي رائع البنات. واكثر بنكهه القهوه راه كيجي زوين بزاف وكيجي زوين. تقدروا تستغناو يعني بغيتوش ديروا القهوه البنات تقدروا ديروا اي حاجه، يعني اي حاجه كتفضلوها تقدروا ديروها. تقدروا ديروا فلو كراميل او تقدروا ديروا حتى هيرنيس البسكوي تطحنوه وتزيدوه معها. وتقدروا البنات ديروا حتى بودره اللوز. تقدروا المهم اي حاجه كتفضلوها تقدروا تزينوا بها. او لا تقدروا ديروا حتى الكوك تحمروه شويه، او لا الحليب غبره حتى هو تقدروا ديروه. المهم هاد الحلوه راه كتجي رائعه. ولا تقدروا ديروا كما درت انا، راه جات عطات نتيجه واعره البنات وزوينه بزاف. وانا متاكده الا جربتوها ما غاديش تندموا. ورجعوا كتبوا لي في الكومونتات ان شاء الله الا جربتوها كي خرجت معكم الحلوه وكي جاتكم. وهذه هي الحليوه ديالنا كما كتشوفوها هانتوما. شوفوا البنات راه كتجي بنينه وكتجي طيبه من الداخل ورائعه.
وراتتكم جميع اسرار ديالها. يعني راه هاد الحلوه راه كتجي زوينه 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 بزاف. وغير كملوا الكميه وقالوا لي زيدوا زيدي صوبي لنا، وان شاء الله غنعاودها نصوبها. وشكرا لكم بزاف البنات، جزاكم الله كل خير. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. شكرا لكم بزاف على المشاهده، شكرا لكم بزاف على الكومونتيرات زوينين. كنتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر، ولقاكم ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه والى اللقاء.